يا دكتورة سارة، تقدري تقولي لنا من خلال التقارير دي أنهي أحسن، نعمل عملية تحفظية للورم اللي في الثدي ولا نشيل الثدي كله؟ السؤال ده بيقابلني كتير قوي، ناس أو حالات تبعت لي التقارير بتاعتها على السوشيال ميديا واقول رايي الطبي فيها، نوع الورم ودرجته او مرحلته على حسب البيانات اللي في التقرير، وبعدين تقول لي نعمل انهي جراحه بقى، عمليه نعمل انهي نوع من العمليه، نشيل الثدي كله ولا نشيل الورم بس. الفكره ان الموضوع مش بهذه البساطه، انا ما ينفعش اقرر اذا كنت هعمل استئصال الثدي كله ولا هحافظ على الثدي من مجرد الورق. يعني ما كانش حد غلط، او الطب ما ينفعش يبقى اونلاين يا جماعه. يعني الاونلاين فتح مجالات ان احنا ممكن نساعد ناس كتير عن بعد ونوفر الزيارات او نوفر المسافات، لكن عندنا حد معين انا ممكن اقول رايي في التقارير، لكن ما ينفعش اقول قرار في الحاله، بالذات القرار الجراحي. القرار الجراحي يعتمد على فحوصات ويعتمد على الفحص الكلينيكي بالدرجه الاولى. ما ينفعش جراح يقرر اذا كان هيعمل استئصال للثدي ولا الورم فقط من غير ما يكون فحص المريضه وكشف على الورم وشاف مقاسه وشاف علاقته بالجلد وشاف علاقته بالحلمه وعرف بعده عنها وازاي اقدر احافظ او لا. دي نقطه، الفحص الكلينيكي. وتاني حاجه الاشعه، الفحوصات اللي بتتعمل على الثدي عشان اقدر احدد شكل الورم ومدى تشعبه في النسيج بتاع الثدي ومدى قربه من الحلمه ومدى قربه من الجلد. طب ايه هي الفحوصات دي؟ بادئ ذي بدء افلام الماموجرام. يعني ما ينفعش ان انا عرضت تقرير الماموجرام على الدكتور يقدر منه يحدد اذا كان هيعمل تحفظي ولا كلي. انا لازم ابص على الافلام كويس واقارنها بالفحص الكلينيكي او الكشف اللي عملته للمريضه، وبناء على الافلام دي اقرر اذا كنت هكتفي بيها واخد القرار النهائي في نوع الجراحه ولا هحتاج اعمل اشعه تانية اضافيه توضح لي اكتر حدود الورم بتاعي ومدى امكانيه الحفاظ على الثدي. طب ايه هي الاشعه اللي ممكن اطلبها؟ يا اما ماموجرام بالصبغه يا اما رنين مغناطيسي بالصبغه. بنعمل الاشعه ديت لو كثافه الثدي عاليه، لو شاكين ان الورم اكتر من بؤره واللي باين في الماموجرام بؤره واحده بس، فانا لو شلتها وسبت الباقي يبقى انا كده ضريت المريضه مش افدتها، والورم طبعا هيرجع في فتره صغيره جدا او هيكبر لان اوريدي كده متساب ما تشالش من اول مره. فبالتالي في بعض الافلام لما بشوفها بعيدا عن التقرير وبعيدا عن الفحص بيبقى لازم اطلب اشعه بالصبغه زي الرنين او الماموجرام بالصبغه، ودي اشعه بتبين لي تفاصيل كتير في الورم وتخليني اقدر احدد اذا كنت هقدر احافظ على الثدي ولا لازم نعمل استئصال كلي للثدي. طيب دي كده نقطة ازاي نحدد نوع الجراحة. طب امتى بنحدد نوع الجراحة؟ لو انا المريضة هتاخد كيموثيرابي او هتاخد كيماوي الاول قبل الورم، هنحدد نوع الجراحة امتى؟ قبل الكيماوي ولا بعد الكيماوي؟ في حالات بيبقى لازم او اغلب الحالات بيبقى بنحدد نوع الجراحة من قبل الكيماوي، وبناخد الكيماوي لاعتبار تاني غير الجراحة. زي ايه؟ زي حالات مثلا الثلاثي السلبي والموجه موجب، دي حالات بيبقى لازم تاخد فيها الكيماوي الاول حتى لو كان الورم صغير واقدر احافظ على الثدي عادي جدا. فبالتالي السبب بتاع الكيماوي ملوش علاقه بالجراحه، ونوع الجراحه متحدد ومتاخد، القرار فيه متاخد ومكتوب من قبل ما نبدا جلسات الكيماوي، ودي بيبقى حالات متحدده. في نوعيه تانية من الحالات بيبقى الورم انا هاخد الكيماوي عشان اصغر الورم، وبالتالي اقدر اقارن او احدد بعد ما الورم ده يصغر اقدر اعمل تحفظي ولا لا. فبالتالي بيبقى عايزين نعمل تقييم تاني للثدي قبل العمليه الجراحيه بعد جلسات الكيماوي عشان نقارن قبل وبعد، ونقارن مدى استجابه الورم للكيماوي وبالتالي مدى امكانيه الحفاظ على الثدي. لو الورم كان 5 سم وبقى 2 سم وكان بؤره واحده بس مش متشعب ومش واصل للحلمه، فبالتالي لما يصغر للدرجه دي اقدر اشيل الورم بس واحافظ على الثدي. لكن هنا القرار متاخد او متحدد امتى؟ متحدد قبل ما ابدا جلسات الكيماوي. يعني لو المريضه راحت للمعالج الاول وقال لها احنا هنبدا جلسات كيماوي، ما تاخدش، المفروض انها ما تاخدش الجلسات الا لما تعرض على استشاري الجراحه عشان يقدر يحدد نوعيه الجراحه اللي هتتعمل بعد جلسات الكيمو. طب اشمعنى يا دكتوره؟ ايه الفرق يعني؟ ما لما نخلص الكيماوي نشوف بقى ايه اللي فاضل من الورم ونشيله؟ لا طبعا، لان لو الورم عندي متعدد البؤرات
وخدت كيماوي والبقره الكبيره بس هي اللي فضلت والبقر الصغيره اختفت، وانا ما اعرفش ان اصلا في بقر صغيره لان ما قيمناش الوضع كويس قبل الكيماوي، هخش اشيل اللي فاضله واسيب بقيه نسيج الثدي اللي كان فيه بقرات واختفت من الكيماوي، وده ساعتها هيخلي فرص الارتجاع عاليه جدا، لان كان لا يجوز الحفاظ على الثدي ابتداء. يعني ايه؟ يعني كان من الاول اصلا لو عملت الاشعه والفحوصات بتاعتي الصح كانت هتقول لي ان الورم ده متعدد البقرات، فحتى لو خدنا الكيماوي الهدف منه الصحه العامه للمريضه واني ازود نسب الشفاء، ولكن ليس ان انا اغير نوع الجراحه وبدل ما اعمل استئصال كلي اعمل استئصال تحفظي. اذا الحاله لازم تدرس كويس جدا 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 قبل ما نبدا اي خطوات علاجيه. لازم الافلام تدرس، التقارير تدرس كويس، المريضه تتفحص كويس من حد متخصص عشان نحدد الخطه العلاجيه كامله وتتوضع قبل ما نعمل اي اجراء سواء بالعلاج او بالجراحه. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.